اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتعملي بقى احلى بسبوسه بجد، هتنافسي بيها المحلات، مش هتفشل منك تاني. ومش هنكرمل كمان السكر، ولا هنخليها بسبوسه مكرمله كده تبقى طعمها غريب. لا، هنعمل احلى بسبوسه بجد، مرمله وتحفه. اوعدك ان شاء الله ان هي مش هتفشل منك نهائي. تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه. مكونات سهله وبسيطه خالص، صلي على الرسول كده ويلا نبدا. اول حاجه معايا كوبايتين من السميد، كوبايه الشاي المج العادي ده، السميد اللي هو وسط كده، لا ناعم ولا خشن قوي. هنحط عليهم شويه ملح صغيرين، نص معلقه من البيكنج باودر، معلقتين كبار من جوز الهند المبشور. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها. عايزه مش حابه جوز الهند، استغني عن جوز الهند عادي خالص، مش لازم تحطيه. بعد ما قلبت المكونات كده هحط عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه، وهبتدي هنا بقى هبس المكون الدقيق السميد معايا كويس قوي. لازم اهم خطوه ان انت تبسي السميد وما تقلقيش من هنا من البس، يعني احنا لسه ما ضفناش مواد سائله. بعد كده هاجي على النار معايا نص كوبايه من الحليب، هنضيف عليهم نص كوبايه من السكر الحبيبات، هنضيف عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز او العسل النحل او عسل شربات الكنافه التقيل. هنقلبه كده كويس على النار لحد ما يدوب خالص ونسيبه يبرد في جنب. بعد ما يبرد هنزل على دقيق السميد، وفي المرحله دي مش هقلب كتير، يا دوبك كده تشرب بس السوائل، وبعد كده خلاص هنسيبها ما تقلبيش كتير. نحضر صينيه مقاس 26، نحط فيها حته سمنه كده، عندك معلقه طحينه ادهني، بس ما كانش عندي بصراحه معلقه طحينه فاكتفيت بالسمنه بس. وهنزل بقى بالخليط بتاعي، هفرده كده في الصينيه، واجي على الرخامه اخبطه خبطتين عشان تفرديه كويس بايدك كده عشان تتفرد كويس معاكي. وحطي بقى اي نوع مكسرات انت عايزاه. هسخن الفرن على درجه حراره 180، هحطه في الرف اللي في الوسط. اول ما تحمر كده من الحواف هبتدي اشغل عليها الشوايه لحد ما تاخد لون ذهبي وجميل. في المرحله وهي في الفرن هبتدي بقى اعمل الشربات بتاع البسبوسه بتاعنا. هو عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من الميه، عليهم كوبايه ونص من السكر. اول ما نحطهم على النار، اول ما يبتدوا يغلوا هنزل عليهم بعصره ليمونه وكيس من الفانيليا، وكمان هحط معلقه سمنه بلدي كده بتدي للشربات لمعه حلوه قوي. وهعد 8 دقايق بالظبط بعد الغليان، وهطفيه على الشربات. اول ما البسبوسه تخرج من الفرن على طول هتسمعوا الطشه دي، لازم يكون الشربات سخن والبسبوسه كمان سخنه. هنحط عليها الشربات ونسيب البسبوسه في جنب، ما تغطيهاش دلوقتي غير لما تشرب الشربات بتاعها كله. اول ما تبتدي تشرب الشربات بتاعها وخلاص ما عادش شربات باين، تغطيها وتركنيها على جنب وما تتقطعش غير لما تبرد خالص، تسقع كمان. بعد كده بقى هنيجي نقطع البسبوسه بتاعتنا، تحفه بجد والله، اللي هي مرمله، لا معجنه ولا ناشفه. هوعدك ان انت تاكلي احلى بسبوسه. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش لايك واشتراك لمطبخ بنت البلد، وتصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتزودي القناه والصفحه بتاعتنا اخ واخت جداد. يلا اسيبكم بقى تجربوا البسبوسه دي ووروني التطبيقات بتاعتكم، وان شاء الله استنوني في الوصفه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.